نسمع كتير عن حاجز البشرة. ايه هو حاجز البشرة؟ حاجز البشرة هو خط الدفاع الاول للبشرة، لان هو الطبقة الخارجية من البشرة. ازاي ممكن اعرف انه حاجز البشرة تضرر او اتدمر؟ حاجز البشرة لو تضرر او حصل له اي حاجة، هتلاقي دايما ان انت عندك فرط تصبغ عالي جدا، هتلاقي ان انت عندك التهابات شديدة دايما في البشرة، هتلاقي دايما ان في احساس بالحكه وان انت عايز تغرشي دايما في بشرتك في اغلب الاوقات مقشره، الملمس بتاع بشرتك كمان ما بقاش زي الاول خالص، في جفاف شديد ما بيروحش بسهوله حتى لو رطبتي البشره، اختلاف في درجات اللون في البشره كلها، ففي تصبغ وفي تكلف في البشره، كل ده دليل على ان حاجز البشره متضرر جدا. ايه هي الحاجات اللي ممكن تخلي حاجز البشره يرجع قوي تاني، او انه ترجعي تقويه او يرجع صحي مره كمان؟ من الحاجات المهمه جدا عشان خاطر ترجع صحه حاجز البشره